يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة وبسعادة. جاي اكلمكم النهاردة عن موضوع ما قلتوش قبل كده في القناة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتهتموا بالفيديوهات زي ما انا بهتم بيكم من فضلكم. يعني هنتكلم النهاردة عن الابراكسيا. ما المقصود بالابراكسيا وما هي اعراضها ووجهة نظري في الموضوع. يلا بينا نبدأ الفيديو. الإبراكسيا هي اضطراب في نطق الأصوات والمقاطع والكلمات لدى الأطفال، ولكن هذا الاضطراب ليس نتيجة مشاكل في قوة أو ضعف أعضاء النطق، ولكن المشكلة تكمن في التنسيق ما بين أعضاء النطق. يعني الطفل ما بيبقاش عنده مشكلة لا في الشفايف ولا في العضلات ولا في اللسان ولا في أعضاء النطق بشكل عام ولا في الجهاز التنفسي ولا في أي حاجة ولا في الجهاز الصوتي حتى. المشكلة بتكمن في التنسيق ما بين كل الأعضاء اللي أنا ذكرتها سابقا دي. يعني ببساطة الشخص بيبقى عنده القدرة على الكلام ولكن ما عندوش القدرة على تنظيم حركات أعضاء النطق التي تسمح له باستخدامها الصحيح عشان يطلع الكلام بشكله الصحيح. ده أبسط تعريف للإبراكسيا. يعني نقدر نقول ببساطة إن الطفل قادر أو عارف عايز يقول إيه لكنه مش قادر يقوله. يعني أنا في دماغي حابب أطلع كلام ولكن أعضائي ما بتسمحليش إن أنا أطلعه. هل الأعضاء ما بتسمحليش عشان هي ضعيفة؟ لا، مش ضعيفة. طب فين المشكلة؟ المشكلة إن أنا مش قادر أنسق ما بين الأعضاء وبعضها، فبالتالي بيحصل هنا المشكلة. نتكلم شوية عن الأعراض. والأعراض هنا خلينا نقول جملة بسيطة عشان محدش يخش يقول لي كلام في التعليقات. الأعراض قد تختلف من شخص لآخر، وكل الأعراض دي ممكن ما تجتمعش عند شخص واحد. والأعراض دي هنقسمها لنصين، اللي عند الأطفال الصغيرين خالص وعند الأطفال الكبار. لو جينا نتكلم عن الأعراض عند الأطفال الصغار والمقصود هنا البيبيهات، يعني أول حاجة الطفل ما بينغيش مناغاة طبيعية. ممكن يتخطى مرحلة المناغاة أو ما ينغيش أو المناغاة بتاعته ما تاخدش الإطار أو الشكل الطبيعي. والمقصود بالمناغاة أكيد أنتوا فاهمين، أنا قلت قبل كده سابقا في فيديوهات أخرى إن المناغاة هي مرحلة ما بعد صيحة الميلاد، المرحلة المتقدمة شوية، هو أول إصدار أو تحكم في أجهزة النطق عشان الطفل بيبدأ يجرب، أو ده بتبقى عبارة عن أصوات عشوائية الطفل يبدأ يستخدمها عشان كنوع من التجربة أو كنوع من تدريبات أعضاء النطق الربانية اللي ربنا بيحطها كنوع من أنواع استخدامات أعضاء النطق. الطفل اللي عنده إبراكسيا ما بينغيش مناغاة طبيعية أو المناغاة بتاعته ما بتكونش بشكل طبيعي، بيحصل تأخر في إصدار الكلمات الأولى. دايما الطفل اللي عنده إبراكسيا بيبقى عنده تأخر شوية في إصدار الكلمات الأولى، ما بيبقاش طبيعي. كمان مش بس كده، كمان لو أصدر كلمات بيبقى عنده مشكلة في الكلمات اللي فيها سواكن أو حتى الكلمات اللي فيها كلمات متحركة أو أصوات متحركة. فبالتالي الطفل عنده مشاكل. المشاكل بتختلف من شخص لآخر، مفيش طفل زي التاني، خلينا متفقين على كده. في فوارق فردية، في مليون سبب يخلي في فوارق بتظهر بين الأطفال. قد يكون الأطفال توائم وطفل يبقى عنده مشكلة وطفل ما يبقاش عنده مشكلة، ولكن دي من ضمن الأعراض برضو اللي بتبقى عند الأشخاص أو الأطفال اللي عندهم إبراكسيا. الطفل بيبدأ يبدل الأصوات، عنده موضوع الإبدال ده مستفز. والاخصائيين زمايلنا الاخصائيين بييجوا يشتغلوا مع الاطفال اللي عندهم ابراكسيا ويشتغل معاه طريقه الابدال الطبيعيه، ما بيبص ورا الخلفيه الطبيه او الهيستوري بتاعه وبيشوف اذا كان عنده مشكله بتخص الابراكسيا. بيجي يبص ان هو عنده ابدال ومهما يبدل. وممكن تيجي تبص، الاغرب من الموضوع بقى، اغرب ما في الموضوع ان هو ممكن تيجي تبص تلاقي بنت الصوت طبيعي. يعني لما بتقول له قول لي مثلا بيبدل مثلا وليكن الكاف بيبدلها تاء، فبتقول له قول لي كا، يقول لك كا. تيجي يحطها في كلمة بيجي ينسق بقى الكلام ويحط الكلام جنب بعضه أو الأصوات جنب بعضها، بتلاقي الكلمة اتبدلت. فبيبدل دايما الأصوات داخل الكلمات تحديدا، يعني من وجهة نظري أنا. مش بس كده، ممكن يظهر عرض تاني وده العرض الأشهر، ويخليكم مركزين في العرض ده بالذات، وهي إيه؟ بيحصل وقفات ما بين الكلام وبعضه، أو أحيانا وقفات أثناء الكلمة نفسها. والعرض ده مهم جدا 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 عشان هيدخلنا في سكة تانية كده لسه هقول لكم عليها في آخر الفيديو، واستنوا الفيديو عشان هقول لكم مفاجأة فيه. ربما قد تكون هناك مشاكل في الأكل.
ليه بقى؟ لأن الشخص ما بيتحكمش ما بينسقش كويس ما بين الأعضاء وبعضها. فالتكنيك بتاع الأكل حتى ممكن يبقى له فيه مشاكل. قد يكون هناك مشاكل حسية في أعضاء النطق، مشاكل حسية أو خاصة في التذوقي أو في الإحساس بالفم داخل. يعني ممكن يكون بيحس بزيادة داخل الفم، أو عنده ضعف حسي داخل الفم، خاصة الفم، ضعف حسي في أعضاء النطق أو زيادة حسية في أعضاء النطق. ده برضو بيسبب مشاكل، وده أصلا مفتاح الشغل مع الأشخاص اللي زي كده. عنده اضطراب حسي زيادة، يعني بيحس بزيادة بالحاجة، هيبقى يجي يفرش أسنانه أو بيجي يغسل أسنانه ما بيطقش الفرشة أو مش طايق أي حاجة تتحط في بقه. بنيجي إحنا كأخصائيين تخاطب هوب تريك، حابب تحط إيدك جوه فم الطفل، مش قادر ومش مستحمل وبيعيط، وممكن يستحملك مرة أو مرتين وبعد كده ما بقاش يستحمل، لأن هو حاسس إن إيدك ديت طوبة، حاجة تقيلة جدا مستثقلها. فهو عايزك، مش قادر، هو عنده اضطراب حسي، عنده إحساس بزيادة في الجزء ده. قد يكون بقى عنده قلة إحساس، فبالتالي ما بيحسش قوي بطعم الحاجة، أو ما عندوش، عنده مشكلة في الإحساس التذوقي، أو ما بيحسش خالص بالحاجة. ففي مشكلة، في مشكلة ما حسية محتاجة مراجعة لأخصائي حسي أو أخصائي تكامل حسي، يبدأ يحل المشكلة مع الطفل عشان الموضوع يتحسن جدا. ومن أهم الحاجات اللي بنشتغلها ومن اهم الاخصائيين في المشاكل بتاعه الابراكسيا هو اتنين: اخصائي التكامل الحسي واخصائي العلاج الوظيفي، او الاتنين بيقوموا بدور واحد لو هو شخص بروفيشنال شويه وقادر يقوم بالدورين. نتكلم شويه عن الاطفال اللي هم كبار شويه وتخطينا مرحله الطفوله، والطفل بقى عنده لغه استقباليه وتعبيريه، او في مرحله اللغه التعبيريه تحديدا. الاطفال اللي عندهم ابراكسيا دايما اللغه الاستقباليه بتاعتهم بتبقى احسن بكتير من التعبيريه. يعني تلاقي عنده ضعف في اللغه التعبيريه، ولكن الاستقباليه بتبقى قويه جدا وكويسه جدا طبيعيه، لكن هو قادر يفهم كويس جدا، لكن هو مش قادر يستخدم اللغه. عنده اخطاء صوتيه غير ثابته، يعني مره يحذف، مره يبدل، مره يشوه، مره الكلام ده يختفي وبعد. يعني هو بالطبيعي عنده لخبطه غير طبيعيه في نطق الاصوات او في الكلمات. يعني هو طول الوقت مش قادر يديك ايحاء كامل، ان هو لا عنده حذف على جنب، ولا عنده ابدال على جنب، ولا عنده تشويه. المهم ان هو بيدي عشوائيه في لخبطه حتى في اضطرابات النطق. بتلاقي عنده مشكله دايما في التقليد، ما بيجي يقلد تقليد صوتي ما بيعرفش. يعني لو انت بتقول له قول ورايا كذا ما بيعرف، عنده صعوبه جدا في فكره ان هو يقلد اي صوت. التقليد الصوتي بالنسبه له مشكله كبيره. الحاجه اللي بعد كده ممكن نقولها ان هو الكلام بتاعه التلقائي اللي هو بيقوله بشكل مسترسل، بيقيم حوار ما بيعرفش، او بيعرف بس بيطلع عنده اخطاء واضحه وشديده جدا مسببه له مشاكل. فبالتالي الطفل عنده مشاكل في الحوار، في اللغه المسترسله الحواريه بتحصل. كمان ممكن تلاقي عليه عرض واضح شويه. ايه هو بقى العرض ده؟ خلي بالكم كل الاعراض اللي انا بقولها قد لا تنطبق على كل الاطفال اللي عندهم ابراكسيا، قد يكون عنده عرض او اتنين، او في اعراض تختفي من دي واعراض تظهر. العرض اللي هتكلم عنه كمان انه ممكن يتحسس اعضاء النطق، ممكن شويه تلاقيه بيلمس شفايفه، بيلمس كده، بيلمس هنا، بيلمس هنا، بيحاول، يعني هو بيلمس اعضاء النطق، ممكن يحط ايده على لسانه. المهم ان هو بيحاول يتلمس او يتحسس اعضاء النطق بتاعته. عنده صعوبه في تركيبات الجمل، لما يحاول يركب تركيبات جمل قويه او جمله طويله ما يعرفش، عنده صعوبه او استثقال، ما يقدرش يركب التركيبات الجمله الصحيحه بشكل صحيح. عنده صعوبه دايما في الموضوع ده. دايما بيطلع اصوات غير مألوفة، يعني ممكن تلاقيه يطلع صوت كده في وسط الكلام اضافة كده ومش فاهم هو بيقول ايه، هو قالها كده. صوته غير مألوف لان هو ما عندوش القدرة الكاملة على تنسيق الاعضاء بينها وبين بعضها، فبالتالي ممكن حاجة تفلت منه. كمان الموضوع بيزيد، كل الاعراض دي بتزيد جدا، وعدم قدرته على الكلام بتزيد جدا لما يكون قلقان او عنده توتر او عنده مشكلة نفسية. وده هيدخلنا للنقطة اللي أنا قلت لكم عليها، استنوها في اخر الفيديو. ايه هي؟ من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق، على الإطلاق، إن الإبراكسيا هي التأتأة المرضية. لو جينا نبص على الأعراض اللي أنا قلتها، من ضمنها إيه؟ التوقفات أثناء الكلام، كلام عشوائي، ما بيقدرش يكون جمل مركبة. كل الأعراض دي بتدخلنا، بتقربنا جدا من التأتأة. يبقى لو لقينا الأعراض دي عند شخص، وإحنا جالنا كده الشخص، خاصة الأشخاص الكبار، هتقول إيه؟ عنده تأتأة، بيحصل توقفات، هو عنده تأتأة. جينا نشتغل بقى بالطريقه التقليديه بتاعتنا، تعالى نعمل تمارين نفس، تعالى نحط نقط ضوضاء، تعالى نشتغل بطريقه العطيفي، تعالى نشتغل بطريقه التدريب على الوعي، وبدانا نعمل تمارين، وبدانا نعمل تمارين تنفس بطني، وبقينا نشتغل مع الشخص. يا هيهات هيهات ومش راضي يجيب نتيجه. طب اعمل ايه؟ واجب عليك ان انت تفحصه طبيا،
يستحسن ان هو يروح لطبيب مخ واعصاب. قد يكون المشكله في الاعصاب، محتاج فحص كلينيكي، محتاج فحص طبي، محتاج مراجعه طبيه. قد يكون مشكله بسيطه جدا وتتحل بعلاج، قد يكون محتاج علاج بالاضافه للتاهيل بتاعنا. فانت ما تشتغلش في حته، لازم دماغك تكون اوسع شويه، وسع دايره البحث بتاعتك او وسع دايره التشخيص بتاعتك او التقييم بتاعتك. ما تبقاش واقف في دايره واحده، او حتى في العلاج بتاعك ما تبقاش قاعد في نقطه واحده وعمال تلف حواليها وتخبط فيها، ما ينفعش. وسع الدايره شويه. لو جينا نتكلم عن طريقه تشخيص الابراكسيا، رقم 1 طبيب السمعيات، رقم 2 طبيب المخ والاعصاب، رقم 3 اخصائي النطق او اخصائي اضطرابات النطق او اخصائي التخاطب بشكل عام. لازم نتأكد إن الشخص ما بيعانيش من مشكلة طبية ومحتاج علاج طبي. رقم 2 ما بيعانيش مشكلة سمعية، يعني الشخص ما عندوش مشكلة سمعية، سواء ضعف سمعي أو إعاقة سمعية أو أي شكل من أشكال المشاكل السمعية اللي ممكن تخلي الشخص عنده ضعف في التمييز السمعي، اللي ممكن تسبب له كل الأعراض أو تتشابه مع الأعراض اللي احنا قلناها بتاعة الإبراكسيا. طيب، إذا كان الشخص اتشخص طبيا مفيش حاجة، بس هو أكيد هيبقى في حاجة سواء طبيا أو حتى سمعيا. إذا لقينا الشخص عنده مشاكل طبية أو حتى مشاكل سمعية في الحس السمعي أو في أي حاجة من المشاكل اللي قلتها دي، اللي واجب علينا بقى إحنا كأخصائيين نطق وتخاطب الفحص الكامل لأعضاء النطق. المطلوب منك إنك تفحص فحص كامل لأعضاء النطق وتتأكد من جودة أعضاء النطق. إذا كان بيعاني من ضعف في أحد أعضاء النطق، فساعتها هنستثني الموضوع ونقول إن هو مش إبراكسي. اما لو لقينا اعضاء النطق السليمه 100%، مفيش اي مشاكل، سواء بقى مشاكل عضويه في اعضاء النطق او حتى ضعف في اعضاء النطق، ولقينا كله سليم 100% وبيجي يحرك لسانه بيحركه، بيحرك شفايفه، اسنانه سليمه، بقه سليم، كله تمام، الجهاز التنفسي، الجهاز الصوتي كله تمام، ساعتها هنقول ان هو ابراكسيا وبنحتاج نشتغل مع تاهيل بقى. جينا نتكلم عن علاج الابراكسيا بشكل سريع وقاطع، بينقسم الى 3 حاجات. أول حاجة العلاج الوظيفي، وهو التنظيم والتنسيق ما بين الحركات بتاعة أعضاء النطق وخلافه. تاني حاجة علاج المشاكل الحسية، إذا كان يعاني الشخص من مشاكل حسية، سواء مشاكل في زيادة الإحساس بأعضاء النطق أو الضعف في الإحساس. كده النقطتين الأولين. النقطة الثالثة هي عملية تنظيم واستخدام أعضاء النطق بشكل أمثل. يعني ببساطة إنك المطلوب منك إنك تنظم أعضاء النطق أثناء الكلام. أول حاجة إنه يحس بكل مخارج الحروف بشكل صحيح. تاني حاجة يستخدم المراية عشان يشوف أعضاء النطق بتاعته بتتحرك إزاي، ودي من أهم الحالات اللي بتحتاج مراية. دايما يعمل إطار لحني للكلمات عشان ياخد، أو الكلام بتاعه يبقى واخد إطار لحني، ويبدأ يستخدم الكلمات في إطار لحني غنائي مثلا، أو أي صوت أو أي إطار لحني تقدر تستخدمه مع الطفل عشان تنظم أو تنغم كلماته، ويقدر يتحكم أكتر في أعضاء النطق بتاعته وينسق ما بينهم. يبقى العلاج الطبي، العلاج الوظيفي، العلاج الحسي، والعلاج اللي هو بتاع التأهيلي بسيط جدا، اللي هو تنظيم النفس مع تنظيم حركات أعضاء النطق وتدريبات أعضاء النطق. ولكن هنا انا ما بضغطش قوي على فكره تدريبات اعضاء النطق، لان الشخص بتبقى اعضاء النطق بتاعته سليمه، ولكن هو محتاج ان هو ينسقها اكتر. كمان نركز على فكره التغذيه الراجعه او الفيدباك، بمعنى ان الشخص دايما انت حاول تسجل له اصواته وتبدا تسمعها له ويبدا يحسن ما تم الخطا فيه، مع فكره انت بقى بتكون المعين بتاعه. يعني لو في مشكله ظهرت اثناء عمليه التسجيل، انت بتقول له انت وقعت هنا في التنسيق بتاع لسانك، خلي بالك انت بتضغط لسانك اكتر، او انت بتخرج لسانك، او انت بتدخل لسانك، او انت محتاج تحرك لسانك بشكل اكتر. فانت بتبقى بالنسبه له المعين والمدير او القائد بتاعه. يعني انت يا دوب بتوجهه وبتقول له هنا وهنا 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 وهنا، وبتسجل له وبتقول له التفاصيل بتاعت كل الأخطاء اللي بتحصل له أثناء عملية التدريب. كالعادة مش هقول لكم بقى يعني اعملوا بقى سبسكرايب للقناة والاشتراك ولايك للفيديو، الجو ده أنا عارف إن أنتوا مش هتعملوا بس اعملوا. يلا سلام.